مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. فيديو اليوم راح اشوف لكم طريقة اخفاء الهالات وتثبيت الكونسيلر. سويت لكم هالفيديو لانه طلبات هواية تجيني واسئلة على الفيسبوك وعلى الانستغرام، شلون نخفي الهالات، شنو نستعمل حتى نخفيهم، طريقة تثبيت الكونسيلر، وخاصة من انزل صور زبايني قبل وبعد المكياج. البنات كلها تسأل شلون خليتي هذا التقعر اللي جوا العين يروح، شلون خليتي جوا العين تبين مضيئة وحلوة. فحتى لا أجاوب واحد قلت أسوي لكم فيديو أوضح لكم، إن شاء الله يكون توضيحي زين لكم. أنا آسفة إذا لغتي العربية ضعيفة، دا أحاول بقدر الإمكان حتى أفيدكم. صار لي 10 سنين، أكثر من 10 سنين ما حاكي عربي أني، لأنه بالبيت أحكي بلغتنا الآشورية وبرا أحكي إنجليزي، ما حاكي عربي هواية. هسه من بديت أسوي فيديوهات على اليوتيوب بديت ورجعت أحكي بالعربي بالعراقي، فآسفة إذا ما شرحت زين، بس كل شيء موضح بالفيديو. إن شاء الله راح تشوفون وراح تكون الصورة واضحة لكم. وأحب أوضح شيء ثاني بالفيديو اللي فات اللي كان هو عن النيفيا شيف بام. أعرف قلت لكم الفيديو اللي ورا راح يكون المكياج اللي كنت أني مخليته بذاك الفيديو، بس آسفة بنات، إذا أنتم متابعيني على الفيسبوك والإنستغرام راح تعرفون إنه نص الفيديو طار انمسح بالغلط. أني كلش آسفة بنات، بس راح أعيد تصويره إن شاء الله بأقرب وقت. وحتى إذا ما راح أسوي نفس الشيء بالضبط، يعني نفس المكياج بالضبط، راح أبدل شيء كلش صغير بيه، بس راح أبقى أستعمل الألوان البنفسجية اللي استعملتها. إن شاء الله راح يكون الفيديو سهل عليكم وشرح يكون مبسط، وصدقوني سهل ما بي أي صعوبات. خليني لا أحكي هواية حتى لا يصير الفيديو طويل، وخلينا نبدي بالفيديو. وها بنات، نسيت أقول لكم، لا ما قاصة قدلماتي، ما قاصة شعري. هاي خصلة من شعري جايبتها، يعني هاي نهاية مال شعري، فخصلة من شعري جايبتها ومسرحتها ومسويتها على شكل قدر ومسوية شعري كبة. إذا تريدون تشوفون فيديو عليه قولوا لي، خلوا لي بالكومنت وأسوي لكم فيديو عليه. كله سهل وبسيط، وما أعرف حسيته حلو تغيير شوية، فقولوا لي إذا تريدون تشوفون فيديو همينا على هاي التسريحة. مو تسريحة، سهل وبسيط. ويلا هسه خلينا نبدي بالفيديو. طبعا انا مخليه الفاونديشن، هسه خلينا نبدي. مثل ما تشوفون جوا عيوني لونه ازرق غامق، يعني تقريبا على سواد، يعني زرق على سواد. فاللي راح اسويه راح اخلي خافي عيوب لونه برتقالي مثل هذا اللون. طبعا هاي العلبة من ماك، اكو هواية شركات تسوي هذا اللون البرتقالي. اكو الميك اب فوريفر، واكو همنا نيكس تسوي همنا لونه برتقالي. هذا كلش احبه ورخيص، مو كلش غالي. بس اليوم راح استعمل الماك. راح اخذ هاي الفرشة اللي تيجي بعلبة اظلال Urban Decay Naked One، وراح اخذ شوية من هذا البرتقالي. هسه أنا راح أخلي الخافي العيوب البرتقالي على المناطق المزرقة. أنا عندي الزراق موجود هنا بداية العين من جوا، وشوية قريب على عيني، فبس راح أخليه بهالمنطقة. ماكو داعي أخليه بكل هاي المنطقة، يعني بمنطقة الكنسيلة، بس بالمناطق الغامقة. هسه اللي عندها هالمنطقة مقعرة، ما أعرف شو يسموها، يعني هالمنطقة داخلة ومزرقة كلها، راح تخليه بس بذيك المنطقة، ما راح توزعيه بكل مكان، بس بهالمنطقة. بعدين ما راح تخلين الكنسيلة، ما راح تبين هاي المنطقة داخلة اللي جوا، راح تبين كلها طبقة واحدة. أنا خليته بهالشكل هذا. طبعا هو ما راح يبقى هيجي، راح اوزعها بفرشة، وبعدين راح اخذ هاي الفرشة الكبيرة من إلف اسمها Flawless Concealer Brush، وراح ادمج خافي العيوب.
حتى ما تكون طبقة ثخينة، لأنه بعد راح نخلي الكونسيلر وراح نخلي الباودر. هسه اللي عندها الهالات اللي جوا العيون زرقاء على سواد راح تغطيها باللون البرتقالي، واللي عندها يكون على بنفسجي تغطيها باللون الأصفر، يعني بنفسجي فاتح، وإذا كان شوي بنفسجي غامق قام تغطيه باللون البرتقالي، واللي عندها على حمار راح تقدر تغطيه باللون البنفسجي أو الأخضر. هسه راح آخذ كونسيلر، وكالعادة Urban Decay Naked Skin، تعرفون ايش قد أحبه. راح أخليه على شكل مثلث جوا العين. من الزاوية، لأنه دائما الزاوية تكون همينة غامقة. وأوقف ويا الحاجب. ونفس الشي من هالجهة. أنا الكونسيلر اللي أخليه أفتح من بشرتي بدرجتين تقريبا، لأنه ينطي لهالمنطقة نظارة حلوة وإضاءة حلوة، خاصة بالصور. تقدرون هم تخلون أفتح من بشرتكم بدرجة واحدة إذا تريدون، بس أنا دائما أحب درجتين إلى 3، حتى مثل ما قلت لكم ينطي نظارة وإضاءة حلوة لهالمنطقة. وهسه راح أخذ بيوتي بلندر، مو إلا بيوتي بلندر، تقدرون تستعملون فرشة حسب ما أنتو حسب الرغبة. بيوتي بلندر تكون رطبة، وراح أبدي أوزع الكونسيلر. طريقة الطبطبة طبعا، حتى إذا استعملتوا فرشة حاولوا توزعوه بطريقة الطبطبة. بعدين راح تاخذون نفس الفرشة اللي خليتوا بها الفاونديشن، طريقة الطبطبة، توزعوه حتى ما يبين خط بين الكونسيلر والفاونديشن، حتى كله يبين لون واحد، يعني يندمج بطريقة أحلى. هسه راح أشوفكم طريقة البيكينج، شلون تثبتون الكونسيلر حتى يبقى المدة أطول وما يخطط أبد جوا العين، وهمنا ينطي إضاءة حلوة كلش لهاي المنطقة. راح أخذ بودرة لورا مارسيه. هواي بنات يسألوني يا بودرة أفضل جوا العين، هاي أحبها مو بس لجوا العين، الكل الوجه. وبهاي الاسفنجة، هذه الاسفنجة اسمها ميك اب بولت، همينة تكون رطبة. أنا أفضل طريقة البيكينج تسووها باسفنجة رطبة بالبيوتي بلندر، مو إلا هاي الاسفنجة. بس إذا ما عندكم ما متوفر تقدرون تستعملون الفرشة عادي، ماكو أي مشكلة. بس بالبداية بنفس البيوتي بلندر اللي دمجت بيها الكونسيلر راح أتأكد إنه ماكو خطوط جوا العين. وبعدين راح أخذ الباودر، أخذ كمية هواية، أخليها بالاسفنجة وأثبت بيها الكونسيلر. راح تخلوها على كل المناطق اللي خليتوا بيه الكونسيلر، ونفس الشي من هالجهة أتأكد إنه ماكو خطوط. بعدين راح أخذ الباودر وأخليه. هاي هي طريقة البيكينج اللي الكل هسه دا يحكي عليها، بس كلش أحب هاي الطريقة لأنه من صدق تنطي يعني عندها نتيجة حلوة. هسه راح تخلوا لي الباودر لمدة دقيقتين 3 حسب. إذا ما مسوين الحواجب أو العيون تقدرون تسوون الحواجب ومكياج العيون، وبعدين راح من تخلصين راح توخريه بفرشة. هسه راح أعوف الباودر كم دقيقة وبعدين راح أرجع أوخره، بقيته لمدة تقريبا 2 3 دقائق.
دا تشوفون بنات الباودر من خليته سويت طريقة البيكنج شلون انطى إضاءة حلوة لجوا العين، ومثل ما قلت لكم راح يخلي الكونسيلر ملزوق، بعد ما راح يتحرك أبد كل اليوم إلى أن تمسحوه راح يبقى هناك ثبت. هسه خليني أكمل بقية المكياج وأرجع لكم. هاي هي الطريقة لإخفاء الهالات جوا العين. هالطريقة مو بس لنفسي أستعملها، هواي منكم يعرفون أني خبيرة مكياج، يعني أسوي مكياج للناس، فهالطريقة أستعملها لكل البنات اللي عندهم هاي المشكلة. مثل ما شفتوا طريقة كلش سهلة، بس المهم بيها إنه تختارون لون خافي الهالات الصحيح. ومثل ما قلت لكم إذا كان أزرق جوا العين تخلون البرتقالي، إذا كان أزرق فاتح مايل على البنفسجي همين تقدرون تخلون برتقالي، إذا كانت الهالات اللي جوا العين مايلة على البنفسجي تخلون أصفر، إذا كانت بشرتك فاتحة كلش يعني بيضة وجوا عيونك تكون على حمراء أو وردية تقدرون تستعملون اللون الأخضر أو البنفسجي. إن شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو، جربوا هالطريقة راح تحبوها هواية، خاصة طريقة البيكنج راح تشوفون فرق كبير هواية، خاصة اللي عندها خطوط جوا العين وتعاني من مشكلة إنه الكونسيلر دائما يخطط ورا ساعة أو ساعتين ما يبين حلو جوا العين. فأنصحكم تجربون هاي الطريقة وابتعدوا عن الباودر المضغوط، ابتعدوا نهائيا. بس الباودر الوحيد المضغوط اللي أنصح به هو الريمل، ما موجود هسه يمي، آسفة ما أقدر أشوف لكم إياه، ما موجود قدام إيدي، بس الريمل ستاي مات باودر راح أخلي لكم الصورة أو اللينك جوا بصندوق المعلومات. هذا الباودر تاخذون الترانسلوسنت اللي ما بي أي لون، يجي يمكن 01 رقمه أو 0، ما متأكدة، بس مثل ما قلت لكم راح أخلي لكم إياه جوا. بس هذا الباودر الوحيد اللي أنصح به تخلوه جوا العين، لأنه هذا الباودر كلش خفيف وما بيه لون، ومثل ما قالت لكم من قبل الجلد اللي جوا العين كلش خفيف، فش قد ما تقدرون تقللوا المستحضرات اللي تستعملوها جوا العين أو استعملوا طبقات خفيفة. وهسه راح أقول لكم باي، أعوفكم بأمانة الله، وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.